مشاهدينا الكرام في كل مكان، الرفقاء والزملاء في أنحاء جنوب السودان الأقر، أنا بحييكم من الخطوط الأمامية وبلغ لكم تحيات بتاع الإخوة ضباط وضباط الصف والجنود في المتحرك إما العمليات السلام الدائم في شمال جنجولي. أنا برضو برسل رسالة لكل المواطن الموجود في جنوب السودان إن نوموا وارتاحوا، والجيش بتاعكم هيقوم بحمايتكم وأيضا حماية الممتلكات بتاعكم. ومن هنا أرسل رسالة خاص للمواطنين الشعب بتاعنا الموجود في أراضي بتاع اللو اللي موجودين فوقه حاليا. انتوا شفتوا وانتوا سمعتوا العمليات بدت، وعمليات دي لما تبدأ احنا ما دايرين مواطن بتاعنا يتأثر، ونحن كجيش دفاع شعب جنوب السودان مندد بتاعنا نحمي المواطن والممتلكات بتاعه. وجود بتاعنا هنا في أراضي بتاع اللو ان احنا ما مستهدفين اي قبيلة في شمال جنجولي، ونحن ما مستهدفين اي قبيلة في جنوب السودان. المشكلة بتاعنا هو الإخوة في الأسفلي في المعارضة، إما أسفلي آيو والميليشيات بتاعهم البنادى أنفسهم بالجيش الأبيض. دي الناس اللي عندنا مشكلة معهم في جنوب السودان هنا، ودي الناس اللي نحن جينا من أجلهم في شمال جنجولي هنا. فبنقول المواطن بتاعنا لم حاجات بتاعك، لم بقر بتاعك، وتالي للمواقع الفيو جيش بتاع جنوب السودان عشان يقدر يحميك. المعارضة ده ما بيحميك، ونحن لما نجي للهجوم الطلقة ما بيفرس المواطن وما بيفرس العسكري. فعشان كده نحن بنقول للمواطنين بتاعنا الصالحين، الناس الدايرين سلام، تعالوا للمواقع الفيو جيش دفاع شعب جنوب السودان ليتم حمايتكم وايضا يتم حمايه بتاع الممتلكات بتاعكم. برضه بنقول للمواطن الماسك سلاح، انت لو ما جزء بتاع ايو وانت ما جزء من الجيش الابيض وانت عندك سلاح بتاعك، تعال سلم سلاح بتاعك الى المواقع بتاع الجيش دفاع شعب جنوب السودان. سلم سلاح بتاعك وانت تكون مواطن حر وتكون مواطن عايش في بيت بتاعه ولا في الوقت بتاعه. ناس بتاع ايو اذا فيكم ناس ما دايرين مشاكل، سلموا نفسكم الى قوات دفاع شعب جنوب السودان عشان تفادي الاذى، عشان تفادي القتال، عشان تفادي الموت. انت برضه لو من الجيش الابيض وكان غشوك ما وراك حقيقه الايو دي الغشوك، تعال سلم نفسك مع السلاح بتاعك ده. انتوا استفيدوا من النداء ده، استفيدوا من الكلام اللي نقول لكم هسي، لان نحن ما مستهدفين قبيله، احنا بنشاكل اسفلي ايو، نحن بنشاكل الناس الماسكين سلاح الما دايرين استغلال لشعب جنوب السودان. برضه نقول رساله للمنظمات الدوليه والاقليميه الموجود في اراضي الفيو ايو، بنقول للاخوه في المنظمات ديل انتوا اطلعوا من المحلات الفيو ايو ده، اطلعوا من مناطق بتاع ايو وتعالوا الى المحلات الفيو قوات دفاع شعب جنوب السودان for your safety. Evacuate immediately the IO container areas and move to the SSPDF so that you'll be safe with your properties. عشان كده نحن كجيش بنناشد كل زول الدار سلام، تعال سلم سلاح بتاعك وسلم نفسك، انت بتكون في السيف سايد. برضه بنقول للناس بتاع يومنتريان بقى في مواطنين نزهوا من المناطق اللي قبضناهم ده وجو حسي موجودين في منطقة ايوت، فنحن بنناشد ايضا المنظمات الخيرية عشان يجوا بالاغاثة بتاعهم يساعدوا النازحين ديل، لأن النازحين ديل محتاجين لأدوية للصحة، محتاجين للأكل، محتاجين لحاجات كثيرة جدا. ونحن كجيش احنا بنحميهم، لكن شغلكم انتوا كمنظمات الإنسانية تعالوا شوفوا المواطنين ديل. المشكلة بتاعنا مع ايو هتنتهي في السنة ده، والجيش اللي جا معانا كل من قوات دفاع شعب جنوب السودان في الديفيجنات بتاعه كله الجو هنا، الجو يشارك في عمليات السلام الدائم أنا نحيم والتايجر سبيشال فورس وجهاز الأمن والمخابرات الوطني. أيضا ما يفوتني عشان نشكر السلاح المدفعية وأيضا سلاح المدرعات والدفاع الجوي الموجود معنا هنا. برضه ما يفوتني عشان نشكر برضه الفرقة السامنة مشاة وأيضا شرطة جنوب السودان المشاركة في هذه العمليات. أنا هنا في المعركة بتاعت الحسم مع المتمردين ديل، ونحن هنحسمها قريبا للآجل والنصر غريب. فعشان كده بنناشد المواطنين بتاعنا الما داير يكون جزء من الكلام ده، اطلعوا من محلات الفيو ايو
وتعالوا الى محلات في قوات دفاع الشعب جنوب السودان مع ممتلكات بتاعكم. فعشان كده من هنا برضه بنرسل رساله للعالم كله. المشكله في جنوب السودان ده الايو ديل ما دارين استقرار، الايو ديل ما دارين سلام، لكن الان بقى معنا بيناتهم حسم. ان هنا برضه رساله يكون واضح للمجتمع الدولي ان هنا ما مصادفين اي مواطن، وان هنا ما مصادفين اي قبيله، بدل ان هنا بنطاردوا المتمردين، بنطاردوا الحاجه اسمه الارهابيين بتاع الوايت عامي، هو الجيش الابيض. ده الناس اللي هنا مصادفينهم لحد نشوف اخر بتاعهم شنو، عشان نرجع السلام لكل شعب جنوب السودان، عشان نعيد السلام لكل مواطن يعيش في بلد بتاعه مرتاح. الهوتيل ريبلز اما السيتنج روم ريبلز اللي بيكوركوا في السوشيال ميديا، هم قالوا متمردين وقاعدين في فنادق في شرق افريقيا وقاعدين في فنادق في امريكا، بقعد في السيتنج روم بيقول انا ريبل. تعال في الميدان، اننا الان في الميدان القتال، واننا الان مع الجيش بتاعكم تقولوا الجيش قوي ده، الجيش بتاعكم اسمه ايو ده، هم جارين له حسي، جارين له حسي، وده مسكول زي ما بقولوا، ده مسكول. نحن لسه ما جينا بالكامل، لكن برضه بنطاردهم، ونحن برضه كالناس وكالجيش اللي بيهتم بارواح بتاعت المواطن، بنقول المواطن بتاعنا البسيط. الايو ده بيغشوكم، الايو ده بيخشوا اي زول بيقولوا نحن ونحن ونحن، لكن في ساعه المعركه وفي ساعه الجد ما في شيء هسه. فالمواطن بتاعنا عشان ما تتضرر تالي المحلات اللي فيه الجيش وهيومانيتيريان ايجنسيز هيجوكم هناك وهيساعدوكم وهيشوفوا الدواء بتاعكم. انا هنا بقول الجيش بتاعنا في الخطوط الاماميه لازم يكون في فرق بين المواطن والعسكري، لازم يكون في فرق بين الممتلكات بتاعت الشعب والمتمرد. انا هنا we are here dealing with IO, we are here dealing with the white army rebels. لو لقيت مواطن بسيط في بيته زي ما لقينا ناس في منطقه بتاع اللو، احنا بنقول له مواطن امشي بجاي، لكن الايو احنا ما بنخلوه، احنا هنا من اجله، احنا هنا من اجل ايو عشان ندمره ونشتته ويكون ما في حاجه اسمه تمرد في جنوب السودان تاني. بلد بتاعنا ده عزيز علينا، ما ممكن نقبل شويه الناس عشان يبيعوا كرامتنا ويبيعوا سيادتنا ويبيعوا اعز حاجه لنا بشويه دولار للمصالح بتاعنا، يكون في مدارس، يكون في مستشفيات. فعشان كده نحن بنشكر كل زول وكل فرد في الجيش في عمليات بتاعت السلام الدائم ده، لانه هم بيحتفظوا بالتعليمات اللي بقدم. وايضا بوديكم تحيات بتاع كل القياده بتاعت العمليات الما فيهم الرئيس وزير الدفاع الشعبي جنوب السودان بنفسه، وهو الان بينظر من عن قرب هذه العمليات وبيقول لكل الجيش ما بزول يهبش حاجه بتاع مواطن. اننا ما هنا ما بنشيل مواطن، لكن اننا شفناه. اننا هسه قبل ما نصل لعقوبه الايو بدا بينهب حاجات بتاعت المنظمات، ببدا بنهب السوق وببدا بنهب حاجات بتاعت الشعب الموجوده. ده ناس ما لهم خصوص، ده ناس ما لهم احترام، ناس ما لهم اخلاق، ناس ما لهم اي حسن لهم. فعشان كده نحن كجيش من واجبنا نحمي كل مواطن، من واجبنا ما بنهتم من قبيلته جاي من وين، ده ما شغل بتاعنا. انه مواطن صالح في البلد ده بنحمه. انت ماسك سلاح يلبي وترقد، ونحن هنا في العمليات ده ما بنرجع جوبا الا العمليات ده انتهى، ما بنرجع جوبا الا بقى في سلام في هذه الاراضي اللي هنا موجودين فيه.